السلام عليكم متابعاتي، شلونكم؟ إن شاء الله كلكم بخير وبأفضل حال، وأنتوا تشاهدون الفيديو لليوم. وبداية الفيديو نصلي على محمد وآل محمد كالمعتاد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج مولانا صاحب العصر والزمان. بنات، اليوم نبتدي فيديونا، طبعا فيديو منوع. هنا أنا سويت حلاوة، توزيعات ثواب محرم الحرام، ثواب أبي عبد الله الحسين وأخيه أبي الفضل العباس، وبثواب أهل البيت كلهم هماتين. أنا دائما أسوي هذين التوزيعات، وفي اليوم حبيت أشارك وياكم حتى يكون حافز لكم ولبقية البنات اللي يشاهدوني ويشوفون الفيديو من خارج العراق ومن داخل العراق. طبعا أني هواي متابعاتي كلش هواية، يعني حتى من أمريكا ومن فرنسا ومن بريطانيا ومن كل دول العالم العربية والأجنبية، ومن العراق ومن كل الدول يعني يتابعوني، فحتى أنطيهم حافز. هنا أنا مثل ما شفتوا أني خليت كمية من الشكر، طبعا خليت كمية كلش كبيرة لأن سويت قدر كبير ووزعته من هاي الحلاوة. هنا أنا خليت النشا وحضرته قبل ما يتكرمل السكر أو الشكر. هنا أنا خليت ماتين كمية من الشوكليت، أو تقدرون تضيفون نكهة الشوكليت إذا عندكم متواجدة. أنا ما متواجدة عندي نكهة الشوكليت، فخليت شوكليت. طبعا أنا هنا أنا مسوية بقدر، لا تشوفون بالتصوير مبين صغير، بس هو لا قدر كبير ما شاء الله. سويته. هنا أنا مثل ما تشوفون تكرمل عندي تقريبا الشكر والشوكليت. وهنا أنا لازم أستمر بالتحريك وما أتركه ولا لحظة، لازم أستمر أحركه على مود يذوب تماما. وبهالأثناء خليت الدهن حار. طبعا إذا متواجدة عندكم قوالب زبدة تقدرون تخلونها، بس أنا ما متواجدة عندي فخليت دهن حار. الدهن الحر أو السمن الحيواني يكون أفضل وينطي طعم أفضل، ونكهته كلش طيبة هاي الحلاوة، يعني هاي كلش طيبة نكهة الدهن الحر بيها. بهالأثناء يا بنات ضفيت مي حتى تذوب عندي السكر اللي متكرمل يذوب عندي بالكامل، فضفت له مي. هنا أنا هماتين شفت يعني يحتاج بعد مي، وضفت له بعد مي مثل ما قلت لكم لين بقدر. وهماتين عززت النكهة مالت الشوكليت وخليت لها هيل، يعني خليت ويا الشوكليت هيل. هنا أنا ذابت تماما، يعني من شفتها ذابت تماما، السكر ذاب بالمي. يلا خليت النشا اللي خلطته قبل بساعة بداية الفيديو مثل ما شفتوا. خلطت اني النشا بداية الفيديو، حضرته على مود لا أتأخر عليها لأن تريد تحريك على طول، يعني دائما أبقى أحرك بيها. هنا أنا ضفت هاي المكسرات اللي هي اللوز الحلو اللي مكسر يكون كلش طيب. وإذا حابين غير مكسرات انتوا بعد براحتكم، إذا حابين تضيفون لها غير مكسرات، بس هي هاي اللي ترهم لها وتكون كلش طيبة وياها. هنا أنا صبيتها هماتين بالكاسات ووزعتها، وسهمكم ألف عافية. هنا أنا رجع زوجي هماتين من الدوام وجاب لنا وياه هاي الدجاجة المشوية. لا مو أنا سويتها هاي اليوم، مو من عندي، لا العشاء كان على زوجي، هو جاب لنا اياها، خابرني وقال راح اجيب دجاجة فلتسوينا عشاء للجهال. هنا أنا مثل ما قلت لكم جابها هماتين مشوية وشكلها وطعمها كلش طيب، وسهمكم ألف عافية. هنا أنا هماتين يعني بعد العشاء بالليل، بما إنه أنا ما عندي شي، قلت خلي أخيط هذا القماش. اشتريت قماش وقلت خلي أخيطه وأسوي فرشة مال شرباية. شربايتي تكون كلش حلوة، وهماتين سعره كلش مناسب. أنا عملت عليها طبعا بالسوق. الفرشة كانت ب40 وب50 ألف، هذني يعني الموزينات، يعني الكلش كلش يعني أقل شي، يعني هنا مو زينة بس أقل شي سعرها 50-40 ألف. هنا أنا قلت على اليمن يعني جايبة فرشة ب40 و50 ألف، هنا أنا هاي ما كلفتني 10-15 ألف. اشتريت القماش من السوق من المحلات، وقلت خلي أني أخيطه بإيدي.
وأسوي لي فرشة مال شرباية كلش حلوة ومرتبة وعلى ذوقي واللي تعجبني طبعا. هماتين رحت ودورت وشفت القماش اللي يعجبني وجبته وخيطته. خيطته بإيدي وقلت خلي أسوي فرشة مال شرباية كلش حلوة ومرتبة مثل ما دا تشوفون أني دا أخيط بيها. وهماتين راح أسوي واحدة بعد ثانية البنتي. طبعا بنتي مرة اشتريت لها هماتين فرشة مال شرباية وكانت كلش غالية، يعني النفر الواحد هو أقل من قماشة أقل من هذا، يعني هذا القماش أحسن من عنده، بس الفرشة النفر الواحد صارت ب20,000. قلت اني عليا من هاي ب20,000 مال نفر واحد، 50,000 نفرين، وقماشها مو كلش، وحتى طلعت مضروبة واني ما ادري بيها لان هي مسلفنة بعد، انا ما فتحتها يمه فطلع شوية يعني هيك بيها مزق. فأنا قلت عليه من أني أشتري هذا القماش وأرتبه على ذوقي على مزاجي، أسوي اللي يعجبني. هنا أنا طبعا خيطته مثل ما تشوفون ورتبته وفرشتها على الشرباية وكان شكلها كلش حلو، وهماتين مرتبة وأحلى وأنظف من الجاهزة وأرتب هماتين. فانطوني رأيكم بخياطي إذا عجبكم، وإذا عجبتكم هاي الفرشة مالت الشرباية مالتي هماتين انطوني رأيكم إذا حلوة وإذا ما حلوة هماتين قلولي. وسعرها كلش مناسب، قلت لكم 10-15 ألف، أكثر شي 15 ألف، حتى 20 ألف ما كلفتني. خيطتها يعني عندي بالماكينة، فنصيحة لكل بنية إذا عندها ماكينة تستغلها وهي تخيط بيها أفضل من ما تشتري شغلات كلش غالية. صح أكو شغلات حلوة ومرتبة ويتطلب إنه نجيبها، بس مال الفرشة هيك عادية لا والله أحد على اليمن هو يخيطها ويرتبها، ومثل ما شفتوا هسه شوف شلون صارت تجنن ما شاء الله، كلش حلوة ومرتبة وما بيها أي شي، ما ينقصها أي شي. وتجيبين القماش اللي يعجبك وانتي تخيطيه على راحتك وعلى ذوقك. طبعا اني هذا القماش جاب لي يا زوجي، واني هماتين جايبه قماش ثاني ان شاء الله هماتين اخيطه او انزله وياكم بالقناه، واريدكم تنطوني رايكم اذا كان حلو وعجبكم، واذا عجبتكم فقرة انه انزل لكم خياطاتي هماتين قالولي على مود انزل لكم هاي الخياطات. ان شاء الله تعجبكم. شوفوا الفراش كلش حلو ومرتب وكذا، يعني وشنو يعني بشغلات قليلة، يعني هيك لمسات قليلة وبسيطة وشغلات يعني الفلوس كلش قليلة مناسبة وكذا. اما اذا اشتري ب50 ألف ايش دعوة يعني ب50 ألف، والله ما يستاهل وما يكلف 50 ألف، ايش دعوة يعني كلش غالي. هنا أنا قلت لكم أنا اشتريته 15 ألف، ما كلفني 10 آلاف هيك 15 ألف. فإذا عجبكم شجعوني بلايك واشتراك وتعليق حلو من إيديناتكم الحلوة، ومع ألف سلامة.